بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة معانا سيرفر ديل. السيرفر ده يا جماعة شغال باور، بس ما هو جايب أي صورة على الشاشة. طبعا حابين نعرفه مشكلته، هنشغله دلوقتي. مفيش أي داتا، شغال باور بس مفيش داتا. طبعا يا جماعة بالنسبة للجزء المهم جدا دلوقتي هو قياس الفولتيات وازاي تحددها على المذر بورد. مبدئيا كده يا جماعة، أول الرامات بتتغذى ب1.5 فولت. ال1.5 طلعلي من كابل ال ATX دوت، اسمه كابل ال ATX بتاع الباور. طلعلي على ملف، دايما بتلاقي الملف جنب السلوت بتاع الرام. طبعا هو الملف اهو. طبعا الناس يعني ايه ممكن تتلخبط، تعديك ماذر بورد تانية. ماذر بورد تانية، ادي السلوت وادي الملف، ادي ده ملف واللي هنا ملف، الاتنين نفس الملف بس الشكل مختلف. فالناس تنتبه للنقطة دي، عشان يعني واحد ممكن يشتغل في ماذر بورد زي دي ملاقيش الملف اللي هو دوت الأصفر، يفتكر إن هنا مفيش ملف. لأ، الملف بيبقى مختلف أهو، لونه دوت اللي هو الرصاصي أو الأصفر. ده بالنسبة للاختلاف. بالنسبة للفولتات يا جماعة، بتقيس الفولت على الملف، بيطلع لك الفولت من ال ATX ويخش لك على الملف اللي جنب السلوك. بتقيس زي ما قلنا في الأول، اتفقنا إن دي بتتغذى ب1.5 فولت، والفولت مكتوب على السلوت هنا. الفولت تلاقيه مكتوب على السلوت هنا هو، المفروض تقيس هنا 1.5 فولت. طبعا الاختبار ده يا جماعة ممكن تركب الرام وممكن ما تركبهاش براحتك. هتقيس 1.5 فولت على الملف. شوف كده الافوميتر، ادي 1.5 طالعالي، والطرف التاني ال1.5 طالعة. طب خلاص، يبقى هنا التغذية واصلة للملف. هنشوفها واصلة للسلوت ولا لأ. طبعا من هنا، طبعا يا جماعة من الطرف ده لحد العلامة دي 50 بن، يعني هنا لحد العلامة دي 50 بن. طب ال1.5 بتوصل على رجل كام؟ رجل 53. شوف هنا رجل 53، يعني هنا تعدي من هنا خلاص، تعدي من هنا كده 50 لحد هنا 50. تعدي بتدي بقى من هنا، ده 51، 52، 53. المفروض هنا 1.5 فولت اهو، 1.5 طلع ده اهي، 1.5 على رجل 53. طبعا في كذا رجل، مش رجل واحدة بيطلع لك عليها فولت. في رجل كمان 53. في كمان يا جماعة 59 و64. لو أنا مشيت كده اتحركت، بعد كده 53، بعد كده 54، 54 اهي، 1.5 فولت. يا جماعة في رجل 59، في رجل 64، كل ده عليهم 1.5 فولت اهو زي ما. فطالما ال1.5 فولت واصلة لك هنا، يبقى انت كده خلاص عندك التغذية واصلة السلوت. طيب انت عندك 1.5، تأكد ان هو واصل. فاضل لك تغذية الاي سي الميموري. يا جماعة زي ما اتفقنا في الاي سي الميموري اللي هو الصغير دوت، ده اي سي الميموري، وده اهو اي سي الميموري، وده اي سي الميموري. كويس. اي سي الميموري ده بيخش له 3.3 3.3 على رجل رقم 238. رجل رقم 238 بيخش 3.3. نشوف رجل 288 من هنا لحد من 200 اهي رجل 238، المفروض 3.3 اللي هي هنا. سوري يا جماعة، بريس بالغلط. من هنا 1 ل200 120، 121 هنا، بنقيس من هنا اهي 3.3. دي التغذية بتاعت اي سي الميموري. دي رجل 238، احفظ المعلومة دي كويس. رجل 238 في 2 عليها 3.3 فولت. إذا التغذية بتاعت الرامات واصلة وشغلنا كويس جدا وكده الأمور تمام.
في نقطة مهمة أوي يا جماعة، برضه لازم الناس تعرفها عشان تبقى عارفة. لو انت مش عارف البنات اللي عليها الفولت هنا، ومش عارف تقيس، او ومش معكش داتا شيت، او مش قادر تحدد الاطراف، فانت بتعمل ايه؟ بتقيس الاطراف هنا. ادي طبعا احنا شايفين الميموري، كل ميموري عليها اي سي السوفت اهو، وعليها مكثفات، وعليها زي ما احنا شايفين عليها مكثفات اهي، مكثفات راكبة ومقاومات. كويس. ونفس القصة هنا، اي سي السوفت ومكثفات ومقاومات. فانت هتعمل ايه يا جماعة؟ بس دي عاوزة واحد محترف يكون يعني عنده دقة في العمل، لأن الموضوع محتاج شوية دقة، لأن ديت ممكن لا قدر الله حصل شورت تبوظ المذر بورد كلها، وتبوظ دايرة الرامات. طبعا أنا بتكلم الكلام ده في حالة لو أنت مش عارف توصل للنتيجة النهائية ومش متأكد من شغلك، فبتركب رامة في الجهاز، بتركبها في أي رامة، بتركبها في الجهاز وتشغل الجهاز. تركب الرامة في الجهاز، وبعد ما تركبها وهي راكبة في الجهاز بتبتدي تقيس على الفولتيات على المقاومات دي بالميتر. انت لو خدت تقيس هنا تشوف داخلك 1.5 فولت ولا لأ على المقاومات دي، بس بحذر شديد. طرف هيديك فولت وطرف مش هيديك فولت. تقيس، مش لازم تقيسها كلها، قيس أي واحدة فيهم، أي مكثف من دولت، تشوف عليه فولت ولا لأ. عندك غسيل الفلاش، بتلاقي تحت منه مكثفات اهي، مكثف اهو، بتقيس طرف، اي طرف من دول بتشوف عليه فولت 3.3 ولا لا. اي مكثف، مش لازم تقيسهم كل الدايرة تقيسها، تقيس بس مكثف ولا اتنين وتشوف. بس اهم حاجة اسيس سوفت، تقيس اللي تحت منه دوت، لازم يديك 3.3 اسيس سوفت. لو يقست خالص من اسيس سوفت، تقيس الاطراف. هي الرجل اللي عليها 3.3 بتبقى في الطرف، يعني بتبقى الرجل دي او الرجل ديت او الرجل اللي هنا او الرجل اللي هنا. ودي عايزة حذر شديد جدا، لان انت مشغل المذر بورد ومشغل الجهاز، وبتقيس بحذر شديد جدا الموضوع ده. نقيسه يا جماعة شغلنا والجهاز شغال. الجهاز على فكرة شغال باور، حاطينه في الباور اهو، الجهاز شغال. الجهاز شغال يا جماعة. فهنقيسه الفولتيات على الرامة وهي راكبة عشان الناس تتعلم. طبعا واخد ارضي، ادي الارض اهو واخده، تبقى واخد ارض في جميع قياساتك، تكون واخد ارض، تركب الارض هنا مفيش مشكلة، لو ركبته هنا مفيش مشكلة مع الاسود. دلوقتي هقيس يا جماعة قدام منكم ونشوفوا الفولتات هتطلع معانا ازاي. اول حاجة يا جماعة التركيز مهم اوي في الشغلانة دي. انت بتقيس على المكثفات، خلي بالك لان انت ممكن تخبط ديك تفلت ما تقدرش تقاوم. واحدة ونص طلعت ليا. لو انا قيس هنا طيب شديد وعايزة دقة اهي، اهي الجهاز شغال وفي الكهرباء. لو انت حطيت على الطرف التاني مش هيطلع لك حاجة، المفروض طرف واحد يقيس في المكثف اهو. يا جماعة اهي اهو، حط هنا على طرف واحد اهو، بعده كويس. الطرف التاني ما يقيس اي حاجة. خلاص انت اتأكدت كده ان الواحد ونص داخلالك على الميموري والسلوت شغال. طيب اسيس سوفت يا جماعة، اسيس سوفت زي ما اتفقنا تحت منه في مكثف. خش على المكثف بروحه وانتبه كويس جدا للقياس. الطرف ده مقسم معايا حاجة، مفيش حاجة قايسة معايا. الطرف التاني ركزوا شوية معايا،
اه 3.3 اه 3.3 على اي سي سوفت الطرف التاني بتاع المكثف. خلاص كده، ده انت في حالة لو انت ما عندكش الداتا شيت بتاعت الجهاز ومش عارف الاطراف ومش عارف البنات ومش عارف توصل للنتيجة، فبتقيس زي ما انا وريتك كده بالظبط. طيب اتأكدت انت دلوقتي، اتأكدت من دايرة رامات شغالة، الكهرباء واصلة للرامات، كهرباء واصلة للسلوت، كهرباء واصلة للرامات، كل شيء أمورك تمام. عملت كلير سيم ويز، نضفت المذر بورد، عملت كل شيء والجهاز ما اشتغلش، يبقى في الحالة دي بتشحن بايظ. في الحالة دي بتشحن بايظ. طيب البايظ ده بتعرفه ازاي؟ طيب البايظ ده هو المسؤول عن السوفت وير بتاع الاعدادات الاساسية بتاعة المذر بورد. بتعرفه ازاي؟ بتعرفه ان هو بيكون جنب البطارية، دايما بتلاقيه جنب البطارية، وبيكون حجمه كبير شوية، بيكون حجمه كبير شوية وبيكون رقمه مميز. اه هسيب الميموري اه، هو ده، هسيب بايظ اه، هو ده جنب البطارية دايما، على طول دايما جنب البطارية، وبتعرفه من الرقم بتاعه. يبقى احنا كده يا جماعة بالنسبة للجهاز بتاعنا محتاجين نشحن بايظ. طبعا بتعرفه من جنب، انه بيكون جنب راكب جنب البطارية. كويس. طيب يعني كده بتهيألي كل امورنا تمام. بالنسبة للشحن يا جماعة نعمله ان شاء الله فيديو تاني ليها، يعني الفيديو ده ان شاء الله يكون على مرتين بأمر الله تعالى، ويا رب تكونوا استفدتوا من معلومة كويسة.